السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد امين، وده الفيديو ال16 من سلسلة ال HTML، اللي هو الفيديو اللي قبل الاخير، واللي هو فيديو هنتكلم فيه النهاردة بكل بساطة، بكل شفافية، بكل اي حاجة عن حاجة مهمة جدا، وهي تطرقنا ليها في الفيديو اللي فات بالمناسبة، وهو علشان كله ريليتد ببعضه، فاحنا هنتكلم عن البيست براكتس. وكمان هنتكلم ليه لازم نطبق وليه لازم نعمل الكلام ده. وهنقول كمان انه ليه لازم تطبق البيست براكتس، مش بس ان انت بتطبقها علشان خاطر الحاجات التانية، لا، ليه لازم انت تعملها لنفسك انت. طيب. ايه هي اصلا البيست براكتس؟ البيست براكتس ان انت تستخدم كود نضيف في مكانه الصح، الحاجة المظبوطة، زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات. طيب ده ليه لازم نستخدمه؟ علشان خاطر حضرتك وانت بتديفلوب اي صفحة، انت حرفيا لو كاتب كود زي ده ومفيش فورماتر، مفيش حاجة بتعمل لك فورمات للكود، بتعمل لك اعادة صياغة للكود بالشكل مثلا السليم ده زي ما تشات جي بي تي قال لك، انت حرفيا هتحس انه ايه العك ده. خلاص، خصوصا ان انت دلوقتي هنا هو مثلا قادر تشوف بعينك مين الباراجراف، مين ال H1، مين البادي، مين ال HTML، قادر تبص بعينك على الكود بالظبط ايه. فل عليكم يا جدعان، معلش انا نسيت او ما نسيتش بقى، انا ما شفتش اصلا ان انا مفروض ما قلتش الاندنتيشن، فانا هقولها دلوقتي في عجالة. بص بقى، احنا عندنا الاندنتيشن ده، انا اول مرة اتعرض للمسمى ده بجد اقسم بالله كان في شهر، مش شهر شرط كام، او مش شرط ان انا اقول تجربتي يعني، بس هي الفكره ان هو من قريب كان بسبب البايثون، لان هي ريكوايرد فيها، هو ما فيش براكتس، ما فيش يا اسطى، ما فيش براكتس خالص في الموضوع ده. فالاندنتيشن مهم جدا في البايثون، وحاجه يعني ايه زي ما هو كاتب كده ان هي ريكوايرد، الزامي عافيه. ليه؟ لان مفيش براكتس، كل حاجه المسافات دي بتوحي، بص، يعني ده كل ده كده بيوحي ان هي تابعه للاف بس. خلاص، المسافة دي بتوحي ان هي تابعة للفانكشن دي بس، وهكذا. فالتداخل ده او المسافات دي او التابس دي كده بتوحي ان ده تابع لده، ده تابع لده، ده تابع لده، عشان مفيش براكتس، مفيش الكلام ده. خلاص، بس كده. فهنا شوف، بص بيقول لك ايه: جافا سكريبت اوبشنال بات ريكومندد. يعني اوبشنال ليه؟ علشان في براكتس، في حاجه اسمها بلوك سكوب، في الحاجات دي بتبقى اهو. قال لك ان الكود indentation defines code blocks. خلاص، انما هنا البراكتس بتديفاين الكود بلوكس، but indentation improves اللي هو ايه الكليريليتي، فاهم؟ اللي هو فكره اللي هو الوضوح، فاهم؟ انها تكون واضحه ليك في القرايه. هنا بيقول لك not required but improves readability. فعلا هي بتimprove readability، من حيث اللي هو ايه، احنا لما قلنا هنا اهو، قلنا هنا الريدابيليتي واضحه، هنا مش واضحه لما مثلناها هناك اصلا في الشرح الاساسي. وبس كده، هو ده الفكره بتاعت الاندنتيشن. فهي مش الزامي هنا في ال HTML، بس لازم تقرا عن حاجه اسمها اندنتيشن، لازم تعرفوا ايه هي الاندنتيشنز اصلا. يلا نرجع للفيديو. انا لو فضلت افتح في الدفات دي كلها كده، لو فضلت افتح فيها والى الما لا نهايه، طيب احنا هنفضل نفتح نفتح نفتح، هنتتبع الكلام ده كله ازاي؟ يعني احنا بس مش حجتنا ان احنا نروح نبص على الشات جي بي تي، يا لهوي ده كاتب 4 تاجات، خلاص يا عم انا شايفهم كده كده اهو هنا. انما لا، لو جينا هنا هتتتبع كل ده ازاي يا معلم؟ فانت بتكتب الحاجه في مكانها الصح وبشكلها الصح والمظبوط بسبب حاجه زي كده، ان احنا نقدر بعينينا نهدى على نفسنا احنا عشان نقدر نشوف الغلط فين ونصلحه. طيب ليه بقى لازم نطبقه اصلا؟ علشان خاطر الاكسسبيليتي والاس اي او والحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت. لما بنطبق البيست براكتس لكل حاجه نقدر نستخدمها، اللي هي القواعد العامه، ان احنا نكتب كود بشكل نظيف، شكله كويس، منمق ومنسق. خلاص، البراوزر هيكون سهل عليه جدا جدا ان هو يتابع كل ابديت بيحصل، كل حاجه بتحصل، كل تغيير بيحصل هنا، ويقدر ان هو يقرا كل حاجه بشكل مفيد. تمام. طيب خلينا نتكلم بشكل اكتر وادق. فكره الديفات بكتره، يعني في ناس كتير جدا، زي ما احنا اتكلمنا في الموضوع بتاع السيمانتك اليمنتس، يعني هديله ديف واقول له ان انت كلاس او اي دي هيدر. طب لا، انت عندك هيدر، انت عندك تاج اسمها هيدر فاستخدمها. تمام. لا، هديله كلاس او اي دي اسمه ارتكل، لا هديله كلاس او اي دي اسمه اي سايد، مش عارف ايه ايه ايه. لا، ما تستخدمش ديفز على الفاضي.
فاهم؟ ما تستخدمش div لمجرد ان انا بعمل سيكشن جديد، طب ما في عندك تاج اسمها سيكشن، وهكذا. زي ما هنا مثلا قال لك ان انت عندك main وهيدر وفي سيكشن وفي ارتكل وفي في حاجات كتير يعني. خلاص، وفي الاي سايد والكلام ده كله لما احنا اتكلمنا عنهم في الفيديو بتاع السيمانتك اليمنتس. هنا بيقول لك الاستخدام التاج ده بيوصف المحتوى فعلا، وهيقدر يساعد الاس اي او اللي هو السيرش انجن اوبتمايزيشن، والاكسسبيليتي كمان، في فكره ان هو يكون الموضوع في التنقل زي ما قلنا في السكرين ريدرز، في موضوع اللي هو التابس، لما بتضغط على الزرار اللي هو التاب بيقدر يتنقل بشكل ايه سلس ومنظم ومفهوم. هنا انا مش فاهم النصيحه دي، بس هو بيقول لك دايما اقفل كل التاجات المفتوحه حتى لو المتصفح بيتعامل معاها عادي. طب ما هو طبيعي يا اسطى، انت لازم تقفل التاجز، لان انت لما هتيجي تديتكت التاجز دي ان شاء الله يعني في الجافا سكريبت ولا في السي اس اس، فعلا هيديك مشاكل مش مفهومه وملهاش تفسير. انت فاهمني؟ فطبيعي التاجه اللي ليها قفله لازم تقفلها، والتاجه اللي ملهاش قفله فهي اوريدي بتبقى مقفوله لما بتكتبها بنفسك يعني. هنا بقى دي النصيحة اللي هي يا لهوي لازم فعلا تطبقها، اللي هي ايه، ان انت، انا بشوف العجب، انا كنت من الناس دي وعلى فكرة لحد دلوقتي بستخدم اسماء عشوائية لما باجي اشتغل على حاجة لنفسي انا، يعني حاجة انا اللي بعملها، فبستخدم اسماء عشوائية ومش معبرة. فبيقول لك ان الاسماء الواضحة بتخلي الكود سهل الفهم على اي حد فعلا، يعني لو حد يجي يشتغل وراك في اي حتة، لو انت شغال مثلا مع حد كشركة ولا غيره ولا غيره، انت فعلا اللي هيجي يشتغل وراك وبتاع هيبقى فاهم البلوك اوف كود ده بيعبر عن ايه. يعني انت كاتب له هنا برودكت كارد، فكل اللي هيتكتب هنا كده هو ده جسم البرودكت، سواء بقى ديفز، سواء سبانز، سواء باراجرافز، سواء لينكات، غيره غيره، كل ده هيبقى تبع الكارد نفسها بس. فهنا بقى النصيحة التانية اللي بعديها، انه اي صورة لازم يكون ليها الت يوصف محتواها ايه، علشان لو الصورة دي ما اتحملتش، لو الصورة دي ما جاتش، فهيقول لك الالت ده بيقول لك مودرن سلام لابتوب، فهو بتوصف الصورة عبارة عن ايه. تمام. هنا بيقول لك استخدم الكومنتات لما يكون محتاج توضيح فعلا، الكومنتات اللي هي بالشكل ده لما احنا اتكلمنا عنها في ال HTML يعني بالشكل ده. فهو هنا طبعا الكود بسيط، بس هو كاتب لك فور اكزامبل ان انت عندك برودكت سيكشن، فهو ده السكشن الخاص بالبرودكت، وهكذا. برضو ده بيسهل على اللي هيشتغل بعدك او اللي هيشتغل معاك على نفس المشروع انت بتعمل ايه. وعلى فكرة بيسهل عليك انت ان انت مثلا بعد 3 4 شهور من ما انت خلصت المشروع ده بترجع تبص بس على الكود، انت بتحس نفسك اللي هو تايه، بتحس نفسك اللي هو طب ايه ده، طب انا عملت دي ليه، طب انا عملت مش عارف ايه. بلس ان انت بتحس دايما ان انت كنت عامل ايه ايه القرف ده، فاهم؟ اللي هو سباكيتي كود زي ما بيسموه، يعني انت بيبقى عندك كشري مش سباكيتي بس. ف فدي نصايح فعلا يعني هتكتشفها فيما بعد، كل ما هتنغمس وهتنغرف في المجال، كل ما هتحس انه الحوارات دي مهمة. فانت لازم تكون حاططها في بالك من دلوقتي وبتطبقها من دلوقتي، او على الاقل تكون بتحاول تطبقها من دلوقتي. طيب هو هنا بيتكلم عن الستايلز، بيقول لك ما تستخدمش الانلاين ستايل، حاول دايما تديها كلاس او اي دي، ده بعدين كده كده انت هتستخدم اللايبريز زي بوت ستراب او تيلويند او كده اللي هم الحاجات دي. خلاص، فالحاجات دي انت لما هتستخدمها مش هتضطر تكتب سي اس اس كتير، ولما هتضطر تكتب سي اس اس كتير ولو حتى هتستخدم ساس اللي هو ده، فالساس عادي هتكتب برضو سي اس اس وكل حاجه، بس از كومبوننتس وتعمل فاريبلز وحاجات كده، كل دي حاجات قدام ان شاء الله. فبس فيعني ما هو نصيحته في الاول وفي الاخر ان انت ما تكتبش انلاين ستايل من الاخر، خلاص خالص يعني، حتى لو مضطر ما تعملش كده. تمام. فبيقول لك فصل التنسيق عن ال HTML بيدي تحكم افضل واسهل لفكره ان انت تعمل ريبير للقصه دي، يعني انت مثلا في مشكله فتقدر ان انت تروح تعمل لها اعاده تاهيل للمحتوى اللي انت كاتبه عموما يعني. هنا في نصيحة أخيرة منه، بيقول لك يا معلم إن أنت راجع الكود بتاعك باستخدام الأداة مثلا اللي زي دي اللي هي إيه، ال W3C، اللي هي الفاليديتور بتاع إنه بيتشيك لو في حاجة تمام، حاجة ناقصة، حاجة مش عارف إيه، فبيقول لك إيه اللي ناقص في الصفحة بتاعتك تقدر تعمله على أساس إن هو يكون كل الكود فاليد. بس كده. من الاخر زي ما هو كاتب كده الخلاصه، نسق كودك كويس، استخدم التاجات الصح، سمي العناصر بشكل واضح، اقفل التاجات بتاعتك، قلل الانلاين ستايل، وانا بقول لك امنعها، انا كاحمد امين بقول لك امنعها، يعني انت مش مضطر تعمل انلاين ستايل اصلا.
وبعدين بيقول لك راجع الكود بتاعك دايما، ده بص اللي هو بص عليه بصه بقى، لما تيجي تفضل تبص تحنتف كده تحس ان انت ممكن تقسم دي عن دي، تعمل دي عن دي، تعمل دي عن دي. النصيحة الأولى والأخيرة بقى بصراحة، إن هو لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد، ويبقى شاركني في الكومنتات فعلا. خلاص، بس كده. كان معاكم أحمد أمين في الفيديو اللي قبل الأخير. سلام عليكم.